لمدة 20 سنة كنا بنسمع نفس القصة. عائلة من 4 أفراد، بيت أصفر فاتح فوق تلة، وعالم كله برك طين ومرح. بس يا ترى لو النسخة الرسمية عن عائلة بيبا مش أكتر من قصة متفبركة بعناية؟ يا ترى لو مفيش بس 3 أطفال عايشين في البيت ده لكن 5؟ يبدو مستحيل، بس الأدلة واضحة قدام عينينا. مشاهد في العلية مخفية ومحدش مسموح يتكلم عنها، وأطفال رضع اختفوا من تاريخ العيلة، وأخت توأم عمرها ما كان المفروض الناس تشوفها. النهاردة احنا بنفتح خزنة عيلة بيج. احنا بنجمع قطع اللغز اللي المبدعين كانوا بيتمنوا اننا عمرنا ما نحلها. من اللغز المأساوي لأوسكار بيج لوجود التوأم الشرير الغامض. دي القائمة الكاملة لإخوات عيلة بيج السريين. قبل ما نقدر نتكلم عن البيبي الجديد أو التوأم المخفي لازم نرجع للبداية من الأول، للأخ اللي ممكن يكون كان موجود من زمان قبل حتى ما بيبا تتولد. اتعرف على أوسكار بيج. معظم المعجبين عمرهم ما سمعوا اسمه حتى، لكن المسلسل سايب وراه إشارات رقمية مستحيل نتجاهلها. أول دليل كبير مدفون جوا لعبة كمبيوتر. في حلقة كتاب مامي، بيج بيبا وجورج كانوا بيلعبوا لعبة كمبيوتر. شكلها لحظة عابرة صح؟ بس بص على لوحة النتائج. انت شايف الأسامي اللي احنا عارفينها، بس تحت كده في اسم مستخدم غامض OOP. المعجبين بيعتقدوا ان ده اختصار لأوسكار بيج، الطفل الأوسط المفقود. بس ازاي اسمه ظهر هناك؟ لو عائلة الخنازير عندهم طفلين بس، ليه في نتيجة تالتة محفوظة على كمبيوتر العيلة الخاص؟ هو أوسكار لعب اللعبة دي من سنين؟ هو بينزل بالليل من وراهم عشان يسترجع لقبه؟ ولا الرسامين سابوا بالغلط الدليل الوحيد اللي يثبت انه كان موجود فعلا؟ كان الكمبيوتر ده كبسولة زمنية رافض يمسح ذكرى أوسكار. بس لغز أوسكار مش بيقف عند النتيجة العالية دي، هو موجود في المكان الوحيد اللي ممنوع حد يدخله، العلية. فكر كده، بيت بيبا واضح انه فيه علية، ومع كده نادرا ما بنشوف العلية بتطلع فوق. في حلقة انقطاع الكهرباء النور بيقطع والبيت بيغرق في الضلمة. أي أب عادي كان هيروح على صندوق الفيوزات اللي غالبا بيكون في الجراج أو العلية، لكن بابا بيج فضل قاعد مكانه. العيلة بتتصرف كأن الدور اللي فوق مش موجود، كأنهم تقريبا خايفين يلاقوا إيه أو مين مستخبي فوق في السقف. يا ترى انقطاع الكهرباء كان عطل فني؟ ولا كان أوسكار الأخ المنسي هو اللي كان بيلعب في الأسلاك من مكانه السري؟ آخر مسمار في نعش نظرية أوسكار هو التسلسل الزمني. في حلقة بيبي بامب، بيبا بتتفرج على فيديو قديم ليها وهي لسه بيبي صغير. في الفيديو مامي بيج كانت باين عليها حامل تاني بوضوح. بس هنا المشكلة، لو حسبتها البيبي ده ما ينفعش يكون جورج. جورج أصغر من بيبا بكتير، الفرق بينهم كبير قوي. الطريقة الوحيدة اللي الموضوع يمشي بيها بيولوجيا هي ان كان في طفل اتولد بينهم، طفل كان في الأساس هو اللي اداله مستر ديناصور. وده يفسر ليه جورج متعلق جدا وبيحمل اللعبة دي بشكل مبالغ فيه. هي مش مجرد لعبة بلاستيك، دي حاجة اتورثها من أخوه اللي عمره ما اتسمح له يقابله. سواء أوسكار كان مستخبي أو اتنسي أو اتشال من المسلسل، هو بقى أقدم وأغرب لغز عائلي في عائلة بيبا بيج. لو أوسكار بيج هو الأخ المنسي، يبقى الأخ اللي جاي هو اللي المفروض ما كانش حد يشوفه أصلا. من سنين اتنشر بوستر ترويجي رسمي خلى الفانز يتجننوا. البوستر بيورينا العيلة مبتسمة برا البيت، لكن لو بصيت على الشباك اللي تحت هتلاقي فيه وش خنزير صغير وردي شبه بيبا بالظبط، واقف ساكت بيتفرج على عيلتها من جوه. الانترنت اداها اسامي كتير، بوبي بيج، اوليفيا بيج، او ببساطة التوأم الشرير. بس مهما سميتها هي الغلطة في صورة عيلة الخنازير المثالية. لسنين المعجبين كانوا بيتساءلوا راحت فين؟ وبعدين جه حلقة البناء الكبير. في الحلقة دي البيت القديم اتهد وبنوا واحد جديد وضخم مكانه. بس خد بالك من حاجة، هما ما غيروش المكان، بنوا البيت الجديد فوق الأساس القديم على طول. لو كان في حد عايش جوه الحيطان أو في بدروم البيت القديم ما كانوش هيتنقلوا، كانوا هيتحبسوا جوه. وده بيخلينا نوصل للغز السرير بدورين. في البيت الجديد بيبا خدت أوضة جديدة خالص، لكن لسبب ما احتفظت بسريرها القديم بدورين. جورج بقى ليه أوضة لوحده دلوقتي، فليه بيبا محتاجة سريرين؟ بص كويس على السرير اللي تحت. السرير اللي تحت متغطي بالكامل بستارة تقيلة وسميكة. ليه ستارة؟ في برنامج أطفال محدش بيخبي حاجة إلا لو وراها سر. المعجبين بيعتقدوا إن السرير اللي تحت مش معمول للضيوف،
ده مكان التوأم المخصص. خدت بالك ازاي في حلقات زي جورج جاله برد بيبا بتبدأ كأخت لطيفة وحنينة، لكن فجأة بتتحول لبنت باردة وقاسية وبتشتكي من كحة جورج. تخيل لو ده مش خنزير واحد مزاجه بيتغير. تخيل لو التوأم بيبدل مع بيبا من غير ما حد ياخد باله. ده بيحول تصرفات بيبا من عيب في شخصيتها لمؤامرة خارقة للطبيعة كبيرة. وبعدين كل حاجة اتغيرت. دخلت بيبي إيفي. على عكس أوسكار أو التوأم، إيفي ما كانتش محتاجة تخبي نفسها. هي وصلت بإعلان ملكي وحلقة سينمائية خاصة اتعرضت في العالم كله، وبضايع أكتر من باقي العيلة كلهم على بعض. بس وصولها مش مجرد حدث سعيد، ده الإهانة القصوى للإخوات اللي كانوا مستخبيين. فكر في المقدمة الجديدة. لمدة 20 سنة بيبا كانت بتقول نفس الجملة: ده أخويا الصغير جورج. ده أخويا الصغير جورج. لكن دلوقتي المقدمة اتكتبت من جديد. دي أختي الصغيرة إيفي. دي بنتي الصغيرة أختي إيفي. لو انتي التوأم اللي مستخبي ورا الستارة، أو أوسكار اللي بيتفرج من فوق السطح، إحساسك هيكون إيه؟ إيفي عايشة الحياة اللي اتحرموا منها. هي اللي خدت أوضة الأطفال وخدت عقود الأفلام واسمها بيتكتب في التترات. إيفي هي الأخت البديلة. هي الطريقة اللي المسلسل بيحاول بيها يكون عنده طفل ثالث من غير ما يضطر يشرح راحوا فين الاتنين التانيين. حتى جورج حاسس بالضغط، بقاله 20 سنة أصغر واحد في العيلة، وفجأة بقى الطفل اللي في النص اتزاح على جنب علشان نسخة أصغر وألطف منه. يا ترى هوس جورج بالديناصور بتاعه هو وسيلة للتأقلم مع فكرة إنه بيتبدل زي ما أوسكار اتبدل؟ لو عيلة الخنازير فعلا عندهم 5 عيال، يبقى بيبا وجورج مش هيبقوا مركز الكون تاني. بيبا بقالها 20 سنة وجهة للعلامة التجارية، والبنت اللي على ملصقات بركة طين. بس مع وصول إيفي رسمياً وأوسكار بيج وتوأم بيبا الغامض اللي مستخبيين في الظل، ده بيحط بيبا في موقف جديد ومضحك. هي ما بقتش الكبيرة، هي بقت قائدة فرقة كاملة. وجورج الصغير اللطيف اللي كان فاكر نفسه دايماً الأصغر، خلاص مش كده تاني. فجأة بقى الأخ الكبير والطفل اللي في النص ومتلخبط، اللي مش عارف إذا كان المفروض يعلم إيفي تمشي ولا يحرس مستر ديناصور من أي أسرار. أوسكار بيكسبها وراه. لو لسه مش مصدق إن في 5 عيال، تعال نبص على بيت البناء الكبير مرة كمان. مستر بول عنده صفات كتير، بس هو مش بناء بيضيع حاجته. البيت الجديد ده ضخم جدا، أكبر بكتير من اللي ممكن تحتاجه عيلة من 4 أو حتى 5. ليه في سرير علوي والجزء اللي تحته مقفول؟ ليه العلية بقت أوضة كاملة ودلوقتي لسه مش مسمح لنا نشوف جواها؟ وليه في مكتب جديد تماما وكمبيوتر جديد بالظبط في نفس الوقت اللي اسم المستخدم بتاع OP رجع فيه؟ البيت ما اتبناش علشان بيبا جورج وإيفي، البيت اتبنى علشان فرقة كاملة. اتباني وفي دواليب كفاية، أركان وأماكن مستخبية علشان يضم عيلة العالم مش جاهز يشوفها. ده قصر للمعترف بيهم رسميا وحصن للمنسيين. فبعد ما بصينا على كل الأدلة اللي مستخبية في بيت بيبا، الموضوع بقى يبان إن عيلة الخنزير ممكن تكون أكبر بكتير من اللي كنا متخيلينه. 5 أطفال، بيت واحد، سر بقاله 20 سنة أخيرا بدأ يتكشف. الأدلة موجودة في لوحات النتائج والانعكاسات وستائر السرير بدورين. بس السؤال الحقيقي هو ليه المسلسل مخبيهم؟ يا ترى أبوهم وأمهم بيحموا أولادهم من حاجة ولا بيحموا العالم من سر الإخوة ال5؟ أنت شايف إيه؟ أوسكار بيج لسه موجود في مكان ما؟ ولا يا ترى التوأم الشرير هو اللي فعلا مسيطر على كل حاجة؟ قولوا لنا أغرب نظرياتكم في التعليقات، أنا بقراهم كلهم. ونفسي أعرف لو لاحظتوا أي إخوة تانيين إحنا ما خدناش بالنا منهم. لو بتحبوا تدوروا وراء أسرار بيبا بيج وتكشفوا الحاجات اللي الكرتون بيحاول يخبيها، دوسوا على زر الاشتراك وانضموا للتحقيق. لسه عندنا تفاصيل كتير مخفية لازم نكتشفها، ومش هتحبوا تفوتوا تحقيقنا الجاي عن الحقيقة ورا الشخصيات دي. زي ما تعودنا، شكرا لمتابعتكم ونشوفكم في الفيديو الجاي.